السلام عليكم يا بنات. ان شاء الله النهارده هعمل اطار المرايه. هي بتيجي بالشكل دوت، بتبقى مخرمه كده. انا هستعمل خيط كليم وابره مقاس 7. هسحب الخيط من فتحه وهعمل غرزه منزلقه. هعمل في كل الفتحات غرزه منزلقه بالشكل ده كده. هكمل الصف كله وارجع لكم. كده خلصت، لفتها كلها بغرزة منزلقة. هشد الخيط شوية وهقص الخيط وهسحب الطرف كده. هدخل طرف الخيط في الغرزة اللي قصادها، في قلبيها، في قلب الغرزة. هحاول اسحبها كده بالإبرة بالشكل ده. هدخلها في نفس الغرزة اللي الخيط طالع منها. هدخل بالإبرة في طرف الغرزة واسحب الخيط بالشكل ده كده. هدخل طرف الخيط في الفتحة اللي في الإطار. حاول ازقها كده بالإبرة. هيجي في طرف الغرز كده، في الغرزة الطرف اللي فوق، في طرف الخيط كده من فوق، مش الغرزة كلها. وهسحب الخيط واعمل سلسلة بالشكل ده. الغرزة اللي بعديها هعمل غرزة حشو. انا بشتغل في الطرف اللي فوق، مش الغرزة كلها. مش بدخل الإبرة تحت الغرزة بحالها. الغرزة بتبقى فتلتين كده جنب بعض. انا بشتغل في الفتلة اللي فوق بالشكل ده. انا هشتغلها كلها غرزة حشو.
كده خلصتها. هاجي هعمل منزلقة في غرزة الارتفاع. السلسلة اللي عملتها في الظهر، في ظهر السلسلة في فتلة كده، دي هشتغل فيها في ظهر السلسلة. هعمل غرزة منزلقة، هرتفع ب6 سلسلة بالشكل ده. هلف الخيط على الإبرة، وهلف الإبرة خلف السلاسل اللي أنا عملتها، واسحب الخيط وهعمل غرزة عمود بلفة. كونت عندنا الشكل ده كده. الغرزة اللي بعديها هسيب الغرزة اللي بعديها، الغرزة بقى التانية هشتغل في ظهر الغرزة. ده شكل الغرزة، في ظهرها بقى في فتلة، الخيط دوت هشتغل فيه، هعمل عمود بلفة، هرتفع 3 سلسلة، بالشكل ده كده، وهلف الخيط وهلف الإبرة خلف العمود اللي أنا لسه عاملاه، وهعمل عمود بلفة بالشكل ده كده. هسيب غرزة، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها، هشتغل في ظهر الغرزة، هرتفع 3 سلسلة، وهلف الإبرة خلف العمود من تحت كده، وهسحب الخيط واعمل عمود بلفة. ده شكلها كده. انا قربتها عشان تبقى واضحة. هسيب غرزة، والغرزة اللي بعديها هيجي في الظهر كده بتبقى فيه فتلة، الفتلة اللي بتبقى في الظهر دي هشتغل فيها، هسحب الخيط واعمل عمود بلفة بالشكل ده، وهرتفع 3 سلاسل، وهلف الخيط على الإبرة، وهلف الإبرة من تحت من خلف العمود، وهعمل عمود بلفة. اتمنى تبقى واضحة ان شاء الله. انا كنت عاملة الغرزة دي قبل كده في مفرش، اللي هو الاطار ده. هي بسيطة بس شكلها شيك وحلوة. الشغل كله هيبقى كده، هعمل عمود واروح مرتفعة 3 سلاسل، وهلف الخيط على الإبرة، والف الإبرة خلف العمود من تحت بالشكل ده، واروح عاملة عمود بلفة، وهسيب غرزة، والغرزة اللي بعديها اشتغل نفس النظام.
بالشكل ده كده. هخلص الدور كده، خلصت الدور. هقفل بمنزلقة في تالت سلسلة من ال6 سلاسل اللي انا ارتفعت بيهم اول مرة. بالشكل ده. وهعمل هاخد سلسلة تأمين وهقص الخيط. انا اسفة جدا يا بنات على صوت العربيات، بس فعلا انا مش عارفة اعمل ايه من الصوت ده. الغرزة دي كده تحس ان المراية داخلة لجوه والغرزة بارزة لبره، مديها شكل حلو. انضف بقى الخيط اللي هو الباقي ده في الغرز من الظهر كده. هنا قصيت فتلة بالشكل ده كده، وهدخلها في فتحة من الفتحات وهسحبها، هسحب طرف منها وهربطهم كويس علشان دي اللي هعلق منها المراية. بالشكل ده كده، والزيادة دي هتتقص. ده كده بعد ما علقتها ما شاء الله شكلها حلو قوي. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم والشرح يكون واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.